السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ وحشيني. انا جايه لكم النهارده وجايبه لكم معايا طريقه حلوه للفراخ المشويه هتعجبكم ان شاء الله. يلا دعموني في القناه باللايك والشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناه بي. معانا هنجيب معلقه بابريكا ومعلقه بصل بودر ومعلقه توم بودر ومعلقه زنجبيل ومعلقه فلفل اسود ومعلقه ملح ومعلقه زعتر جاف ومعلقه كزبره، ومعانا كوب زبادي ومعانا صلصه طماطم، ولو عندنا كاتشب نحط عليها 3 معالق كاتشب، ومعلقه صويا صوص وميه بصل. اول حاجه هنعملها طبعا انا جايبه وراك فراخ، بعد ما غسلتهم كويس بالميه والملح والدقيق، هنزل بيهم كده في بوله. انا قطعتها طبعا، ما حطيتش الورك كامل، قطعت الورك. انا جايبها وراك كبيره شويه فقطعت الورك على 3 حتت. بعد كده هجيب البصل، ميه البصل، وهحط صلصه الطماطم مع معلقتين الكاتشب ومعلقه الصويا صوص وكوبايه الزبادي، وهحط كل المكونات الجافه دي معايا عليهم. بعد كده طبعا هنخلط كل التوابل دي مع بعضها مع الصلصه. بعد ما خلطنا كل المكونات مع الفراخ هنسيبها كده في التلاجة تتشرب لمده 2 أو 3 ساعات. وبعد كده بعد ما خلاص اتشربت التتبيله هنطلعها نحطها في صينيه بالتتبيله برضو بتاعتها، عشان هيبقى الصوص بتاعها كده تقيل. اول ما تستوي تبقى جميله. وكمان هنكهها في الاخر بريحه الفحم عشان يطلع طعمها زي المشوي كده بالظبط على الفحم. بعد كده هناخدها نحطها على فرن سخنه من فوق ومن تحت، ونسيبها كده ساعه ان شاء الله، باذن الله تطلع احلى فراخ معاكم. ده الشكل النهائي. شايفين بعد ما طلعناها من الفرن جميله ازاي؟ شايفين الصوص بتاعها حلو ازاي؟ مع شويه رز واحلى وجبه فراخ لاحلى اطفال واحلى اسره عندك. ما تنسوش تدعموني في قناتي بي.